تقرير الاستقرار المالي ديال 2024 كشف باللي مازال كاينه اختلالات كبيره في انظمه التقاعد الاساسيه في المغرب، بالرغم من واحد التحسن مؤقت في شي مؤشرات ماليه خلال نفس العام. هذا التقرير داروا بنك المغرب مع هيئه مراقبه التامينات والاحتياط الاجتماعي والهيئه المغربيه لسوق الراسمال، وكيأكد باللي هذا التحسن اللي وقع راه غير ظرفي، وكيترابط مباشره مع تطبيق الجزء الاول من الزيادات في الاجور اللي كانوا متفقين عليها في اتفاق الحوار الاجتماعي نهار 29 ابريل 2024. تحسن بسيط ما عندوش اثر على الاستدامه، وهاد الزيادات في الاجور خلات قيمه المساهمات انها تطلع شويه، وهذا الشيء نقص شويه من العجز المالي، ولكن ما دارش فرق حقيقي في استدامه الانظمه ديال التقاعد على المدى البعيد. فرع التقاعد السينيسيس الوضعيه مزيانه ولكن ماشي مضمونه بالنسبه يعني هذا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السينيسيس. التقرير كيقول باللي فرع التقاعد طويل الامد ومازال عنده رصيد اجمالي ايجابي، وهذا الشيء راجع للحركيه الديموغرافيه الزوينه اللي كاينه في القطاع الخاص. ولكن فاش كنشوفوا المدى البعيد حسب نفس التقرير، هاد العوامل ما كتضمنش الاستقرار الصندوق وكتخليه في واحد الوضع هش. اولا تقرير الاستقرار المالي فاش كيقول باللي مازال كاينين اختلالات في الانظمه ديال التقاعد رغم الزيادات في الاجور، راه هاد الشيء يعني ماشي غير كيسجل واحد الواقع، بل كيحذر من مستقبل نقدر نقولوا انه كحل كيتسنى الاجيال الجايه، خصوصا ملي كنهضروا على الاستدامه. علاش؟ حيت التقاعد ماشي بحال المشروع كتساليه العام الجاي، راه نظام خاصو يكون مبني على اساس متين فيه توازن ما بين عدد المساهمين والناس اللي كيستافدوا، وهذا الشيء ماشي يعني وهذا الشيء ما كيبقاش ما بقاش كاين. فيعني خاص يكون واحد التحسن ظرفي اللي يجي من وراء هذه الزيادات في الاجور، راه غير لان الزيادات في الاجور راه غير واحد المسكن مؤقت، بحال الا كتدير واحد الباندا على جرح كبير، هذا راه ماشي علاج حقيقي. فالنظام ديال السينيسيس باين عليه انه تحسن شويه، ولكن حتى هو راه ماشي في امان، حيت واخا القطاع الخاص كيطلع ما نساوش باللي عندنا مشكل ديال الهشاشه في الوظائف، والقطاع غير المهيكل اللي بزاف ديال الناس خدامين فيه وما كيساهموش في التقاعد. وكذلك عندنا المشكل البنيوي، هو ان الانظمه ديال التقاعد معمره بالتوازنات غير العادله، بزاف ديال المتقاعدين وقليل اللي كيساهم فيهم، وزيد عليهم ارتفاع متوسط العمر، يعني ان الناس كيبقاو كيستافدوا سنوات طويله. شنو هما الحلول؟ الحلول هما يعني اصلاح يكون شامل وعاجل للمنظومه، يعني خاص الدوله تقاد نظام يكون نظام كامل وتدمج بين الصناديق، او على الاقل توحد القوانين ديالها باش يكون تكافؤ الفرص وما يبقاش كل واحد بنظام خاص. كذلك يعني تشجيع الانخراط في القطاع الرسمي، خاص الدولة تدير تحفيزات لأرباب العمل باش يسجلوا الناس في الضمان الاجتماعي، وتهبط الضرائب على الشركات الصغيرة باش ما يبقاوش كيتهربوا. كذلك يعني خلق صناديق احتياطية استثمارية، ماشي كل شيء يخرج في الأجور والمصاريف، يعني خاص الدولة تستثمر فلوس ديالها في التقاعد في مشاريع مربحة وتكون بشفافية باش تولي عندها مداخل إضافية. كذلك يعني رفع تدريجي لسن التقاعد، واخا هذه يعني ماشي شعبيه وما غيكونش عليها اقبال شعبي، ولكن العالم كامل بقاو كيرفعوا السن حيت الناس ولاو كيعيشوا اكثر، وماشي معقول يتقاعد واحد مثلا في عمر 60 ويعيش حتى ل 90. هذا بزاف ديال الناس يعني ما كيتقبلوش القضيه هذه، والدوله كتبقى تخلص هاد المتقاعدين. يعني ادماج المراه والقطاع غير المهيكل، راه شحال من المراه خدامه غير في الدار او في الاسواق ومحرومه من التقاعد، خاص حلول ذكيه للادماج ديالهم بحال مساهمات بسيطه او حسب يعني النشاط اللي كتخدم فيه. كذلك النظام ماشي غادي يطيح غدا، ولكن كيمشي في واحد الطريق ماشي مزيانه. خصنا نفيقوا دابا ونبداو يعني نصلحوا فهاد الصندوق ديال التقاعد قبل ما يولي الاصلاح مستحيل ويضطرونا نقطعوا
في المعاشات ولا نزيدوا في الضرائب بزاف، لان الدوله الا خدات هذا القرار ويكون قرار سياسي يكون شجاع ودار اصلاح حقيقي في الوقت ديالو، راه ممكن نرجعوا التوازن ونضمنوا التقاعد لينا ولوليداتنا. ولكن الا بقينا غير كنزيدوا شويه الاجور وكنسكتوا راه غير كندوروا في واحد الحلقه مفرغه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.